السلام عليكم. النهارده لعبت جيم ضد واحد اسمه كليمب من فرنسا. آه المباراة كانت هجومية جامد مني أنا. بدأنا ب E4، لعب E5، لعبت نايت F3، لعب D6، لعبت D3، لعب C5، لعبت بيشوب G5 بهدد الوزير، في نفس الوقت حاميه ثواني، وفي نفس الوقت حاميه بالنايت. حمل الوزير بالبيشوب. لعبت بون H4 أو H4، أحميه خد. لعب بيشوب G4 بيهدد الوزير بتاعي، وعمل بين ثواني. اه وهنا هو عمل بين للنايب بتاعي، ما اقدرش اتحرك بيه، لان لو اتحركت بيه هيجيب الوزير. حميت انا بالبيشوب E2، جاب النايت، جبت البيشوب بتاعه. كده لاحظوا ان انا معايا بيشوب وهو معاه 2 نايت. انا بحب البيشوب اكتر، لان البيشوب بيمسك آه الدايجونال او اسمه ايه، الاقطار، بيمسك الاقطار الاسرع او بيمسك الاقطار احسن بالنسبه لي يعني. ونطة النايت برضو ما هيش سهله، او نطة الحصان ما هيش سهله، بس هي افضليه بقى، مين بيحب ايه اكتر وكده. لعبوا النقله ديت كوين اكس G5، جاب البوم بتاعي. لعبت انا النقله دي، كنت بناور بقى بالرخ بتاعي ان انا اجيب الوزير، وفي نفس الوقت حامي البيشوب. رجع لورا بالكوين، طلعت بالنايت بتاعي التاني، طلع بالنايت بتاعه بيهدد الرخ بتاعتي. جيت أنا برخ في الحتة ديت، رخ أو روك G5. جه هو بالنايت التاني، طلع بيه نايت C6. طلعت أنا بالنايت بتاعي نايت B5، أكل البون بتاعي، وأنا أكلت بالبون. بعدين أكل الرخ بتاعتي. هو أكل الرخ بتاعتي هنا ازاي؟ أنا مكنتش حاميها صراحة. مم. خدتش بالي وكلت النايت بتاعه، كان المفروض أحرك الرخ. هو أكل الرخ بالكوين. عملت أنا الفرك، بحب الفرك أوي. يتحرك في أي حتة بالكوين، وأنا أجيب النايت بتاعته، الروك بتاعته. هو أكل. بعد كده أنا أجيب بالوزير بتاعي، اتحركت بيه في النص عشان أمسك كل الزوايا، وأمسك كل حتة تقريبا. كده أنا مهدد البون دوت ومهدد البون دوت، وفي نفس الوقت مهدد ده ومهدد ده، بس مش هجيبهم لأن هتجاب طبعا. اتحرك بالنايت بتاعه بيهدد الوزير، وفي نفس الوقت بيهدد ال- البون الغلبانة دي، البون دي. ثواني، بيهدد البون ده. طلعت أنا بالنايت بتاعتي نايت إكس F7، كلت البوم بتاعته مع تشيك مع كش. نزل هو بال بالكينج بتاعه C6. كده لما تلاحظوا إن الكينج أو الملك بقى في نص الركعة، ودي مشكلة كبيرة. أي ملك في نص ركعة فله دايما نقطة ضعف، وهي إن أقدر أجيبه أي كش ناد، أو أي حد يقدر يجيبه كش بأي سهولة. هتشوفوا دلوقتي إزاي. رجعت أنا بالبيشوب بتاعي، معرفش جت النقلة دي ليه. رجعت بالبيشوب بتاعي عشان أحمي النايت، عشان أحمي البون دوت، عشان لو النايت جابه هو
البون دوت كان فري طبعا، وانا طلعت بهدد النايت بتاعته، جابني كش، اتحركت بالكينج لفوق، راح بالنائب بتاعه هناك، معرفش هو لعب النقلة دي ليه، مش عارف بصراحة. بعد كده نزلت تشيك أو كش، اتحرك لفوق، مع إن كان الأحسن إن أنا أجيبه ثواني، الأحسن إن أنا كنت أجيبه كش بالبيشوب، كنت هعمل فورك تانية، يبقى كش اهوت، هو مجرد ما يتحرك في أي حتة، لأ مش هيعرف يتحرك هنا طبعا، هو لو اتحرك مثلا هنا أو ما قداموش إلا الحركة دي، يتحرك الحركة دي بس، مجرد ما يتحرك أنا هجيب الوزير بتاعه، بس عملتها يعني هتشوف دلوقتي، جبته كش طلع لفوق، جبته كش تاني، أنا كنت عايزه ينزل تاني، ساعتها بقى افتكرت إن أنا ممكن أقدر أجيبه فورك تانية أو أقدر أجيبه ديسكفر تشيك، مش عارف اسمها ديسكفر تشيك ولا اسمها ايه، أو الكش المكتشف تقريبا، حاجة زي كده. فأنا طلعت جبته كش تاني لأن أنا عايزه ينزل تاني للنقطة البيضاء أو للمربع الأبيض، راح للمربع الأسمر أو المربع الغامق يعني، نزلت أنا هنا، كان بيهدد ال- طلع بالنايف بتاعته بيهدد الوزير بتاعي، جبته كش نزل تاني للمربع الأبيض، وهنا عملت الفركة التانية، ضحيت بالفيل عشان أجيب الوزير، كلت، وهنا وانسحب. جيم حلو، مش عارف كنت هكسب ولا لأ في الآخر، بس الأفضلية كانت ليا باين، لأن أنا معايا روك و- ووزير، وهو معاه نايت وروك بس عنده أفضلية برضو إن عنده البونز هنا أو الجنديين أو بيسموهم إيه، العساكر هنا في نص الرقعة. بس تراهم مسدود برضو، تراهم مسدود وأقدر أجيبهم بسهولة بقى، لأن أنا معايا دلوقتي الوزير، إلا اللي هو حمامي يعني. بس ده الجيم بتاعي بتاع النهاردة، مش بتاع النهاردة بالذات. آه، أتمنى يكون الفيديو عجبكم لو وصلتوا لحد هنا، شكرا. آه، السلام عليكم.